تحياتي لكم خواتي الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو تاع اليوم راح نشوف واش قال الإعلام المغربي على فوز المنتخب الجزائري أمام غينيا الاستوائية بثلاثية مقابل هدف. ما نطولش عليكم خواتي الأعزاء، خليكم تشوفوا هذا الفيديو، ما تنساوش تعطيونا آراءكم في التعاليق وشكرا. المنتخب الجزائري سي حسن قدم أداء جيد، فاز على منتخب غينيا الاستوائية بثلاث أهداف لهدف واحد. ثلاث أهداف رغم تغيير التشكيل الرسمي اللي كيدخل به بيتكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري، وبالتالي إقحام مجموعة من العناصر اللي أبانت مستوى عالي جدا. بالتالي المنتخب الجزائري يمكن القول أنه يتوفر على منتخبين أو فريقين في آن واحد. يعني منتخبين، لأن غير تشكيله 100%، يعني حتى من الحارس، يعني 11 دخل 11. وهذا الهدف الاول ديال بلعيد في حدود الدقيقه 19. بعد ذلك الفارس الشبيب في الدقيقه 25 وابراهيم مازا اللي يعني شارك مع المنتخب الجزائري في المباراه الاولى الثانيه، ربما هو اللي حافظ عليه بيتكوفيتش خلال هذا اللقاء، اللي هو تيدير الربط ما بين الدفاع والهجوم، كذلك يلعب ادوار جيده على مستوى وسط ميدان المنتخب الجزائري. إذا كنشوف الطريقه اللي سجلوا الاهداف فهي اهداف جميله، وكيف شهرنا في هاد اللاعبين ولا اللاعبين كل تقريبا ديال هذا الفريق. ما يمكنش نقولوا الفريق الثاني، لان كيبقى فريق منتخب واحد. هذه التغييرات اللي دارت 100%، ورغم ذلك فهو قام مباراه جيده وتمكن من تسجيل 3 الاهداف. كان بامكانه يسجل اكثر من 3، لان كنشوفوا حتى العناصر، هذه العناصر الاحتياطيه ملي كنشوفوا يعني في كتلعب فهي كتلعب في فرق دوريات اوروبيه، دوريات اوروبيه، ايطاليا، كاين دينامو كييف، كاين فرنسا، كاين يعني لاعبين اللي في مستوى، وبينوا بانهم حتى هما يعني مستعدين، وكاين بين فيهم اللي بين بانه بامكانه يلعب يعني في التشكيله الرسميه. وبان واحد التفوق كبير على المنتخب ديال غينيا الاستوائيه اللي ظهر يعني في هذه المجموعه. يعني كان متوسط، لان ما كيلعب بالامكانيات ديالو، كنشوفها كانت يعني محدوده، يعني اللهم عنده بعض العناصر اللي كانت بعض الشيء في المستوى، لكن كيبقى التفوق كبير ديال المنتخب الجزائري. وكان واحد على الاقل المنتخب غينيا الاستوائيه سجل كنقولوا هدف يكون هدف ديال الشرف، ولكن كيودع الكامل. نعم، المسجل بالنسبه لفريق غينيا الاستوائيه لوبيز نوس، لاعب بالما دي مايوركا الاسباني في الاقسام السفلى لا ليغا الاسبانيه، وبالتالي هدف جميل سجل كذلك، لكن هدف ما عنده حتى شي دور على مستوى النتيجه او على مستوى نقاط هذه المواجهه، بحكم ان المنتخب غينيا الاستوائيه نهى المشوار ديالو بصفر نقطه. لكن تبقى مشاركه مشرفه لغينيا الاستوائيه. الحديث على مستوى المشاركات الافريقيه سي خالد. هو اليوم شفنا 4 الاهداف، يعني ب4-3 ديال الجزائر، ولا الهدف ديال غينيا الاستوائيه من احسن الاهداف اللي كاينين دابا في الكان، وخصوصا الهدف ديال غينيا الاستوائيه هدف جميل جدا. الفريق ديال الجزائر ديال اللاعب الشعبي شفنا كيفاش كيدخل المربع العمليات وبديك الثقه الكبيره، كيراوغ لاعب وكيسجل هدف جميل جدا. يعني تنظن ان هذه المقابله هذه عطاتنا واحد الاهداف جميله في التاريخ ديال الكره ديال كاس افريقيا هنا بالمغرب، والمنطقه لعب الدور ديالو في هذه المواجهه هذه، لان المنتخب الجزائري فريق قوي، عنده لاعبين يمارسون في بطولات اوروبيه كبيره. كما نقولوا الفريق اللي بغى ينجح في كاس افريقيا ولا يدي خص يكون عنده باك الاحتياط في المستوى الكبير. حنا اليوم شفنا الفريق الجزائري تقريبا غير تقريبا 10 او 11 لاعب، ودخل 11 لاعب اخرى اللي ما بانش الفرق بيناتهم. هنا كيدل على الفريق الجزائري غينافس بقوه على هذا اللقب هذا. طبعا اكيد كذلك ما يقال على المنتخبات الكبرى في الدوري او كاس افريقيا للامم مغرب 2025، يقال كذلك على المنتخب الجزائري اللي كيتوفر على عناصر قويه جدا. لكن ما نساوش الدور ديال المدرب البوسني بيتكوفيتش اللي بنى منتخب بعد فتره توهج 2019 في مصر، وكذلك محطات اخرى. لكن منتخب الجزائري تراجع شيئا ما، لكن خلال هذه السنوات الاخيره بيتكوفيتش يبان انه يقوم بعمل جيد، يبني منتخب اللي غادي يقول الكلمه ديالو خلال السنوات المقبله.
اي بطبيعه الحال، لان كنعرفوا المنتخب الجزائري مر بواحد المرحله، يعني مر بواحد السحابه، وكانت انتقادات كبيره على السحابه ما طولتش بزاف، ما طولتش. بيتروفيتش يعني جا وعرفك رغم انها كانت عليه انتقادات كبيره في الاول، لكن لحسن الحظ يعني بقاو متمسكين به، وحاول الان يخلق ويكون منتخب قوي، منتخب تقريبا كيتشكل من العديد من اللاعبين اللي كيلعبوا في اوروبا. كنظن يلاه عنده شي واحد اللاعب يمكن كيلعب في الترجي التونسي، واحد كيلعب في الجزائر، يعني معتمد على اغلبيه اللاعبين اللي كيلعبوا في اوروبا. وهنا كنشوف بانه وبعض اللاعبين المخضرمين من بينهم محرز، وكنعرفوا القيمه ديال محرز والتجربه الكبيره ديالو، وفهو عميد الفريق. يعني كنشوف بان المنتخب الجزائري في الدور الاول بين هو كذلك بانه من المرشحين، وبين القوه ديالو. فلهذا اليوم كنشوفوا يعني حتى العناصر الاحتياطيه هي دخلت اليوم حتى هي كنشوفها في المستوى، بينات بان يعني كيف كنقولوا كيف غيب حتى الاحتياط، ممكن الاحتياط هو مهم. وهنا الاحتياط يعني لعبوا اليوم وانتصروا ب3-1، وكانوا ينتصروا باكثر من 3 اهداف. على كل حال التاهل مستحق للمنتخب الجزائري، منتخب بوركينا فاسو وكذلك المنتخب السوداني. يفتحوا الان المجموعه السادسه. سي خالد، رفقه المشاهدين الكرام.